في الفيديو ده هقول لكم ازاي ممكن نعمل infinite background باستخدام ارنولد جوه سينما 4D. يلا بينا. اول حاجة هننزل بلين علشان تبقى الفلور بتاعتنا، هنكبرها. بعد كده هننزل كيوب عشان يبقى الاوبجكت بتاعنا، هنصغره حوالي 50%. هنستعمل اداة بليس علشان نخليه فوق البلين بالظبط. بعد كده هننزل ارنولد لايت، هستعمل كواد لايت. جوه التاب بتاعت لايت هنقفل الفيو بورت بريفيو، هنرجع لقائمة مين، هنروح للكيوب بتاعنا ونسحبه ونحطه في التاب بتاعت لوك ات علشان اللايت يبقى باصص دايما على الكيوب. هنظبط البوزيشن بتاع اللايت بتاعنا، هندوس اي ونسحب لورا شوية، نطلعه لفوق كده عشان يبقى باصص من فوق على الكيوب. نعلم تاني على اللايت ونروح لقائمة مين، هنعلي الانتنسيتي حوالي نخليها 30. بعد كده هنروح للقائمة ديت علشان ننزل الباك جراوند. لو رحنا وفتحناها وملقناش الباك جراوند اوبجكت هندوس كنترول بي. في الريندر سيتنج هنغير الريندرر، بدل ما هو ريدشيفت هنخليه ارنولد. نرجع لنفس القائمة وننزل الباك جراوند اوبجكت. بعد كده هنروح للماتيريال مانجر، هنروح لقائمة create، من ارنولد سيرفيس هننزل شادو ميت، وهننزل من نفس القائمة يا اما فلات على طول ونشتغل بيه، يا اما هننزل ستاندرد سيرفيس، ومن جوه الشيدر نتورك ممكن نشيل الستاندرد سيرفيس وننزل فلات. خلينا نروح للفلات على طول. هنابلاي الفلات على الباك جراوند والشادو ميت على البلين. خلينا نشوف وصلنا لايه من الاي بي ار بتاع ارنولد. خلينا نحرك الاي بي ار نحطه هنا ونفتح الشيدر نتورك بتاع الفلات ماتيريال ونغير اللون لاي حاجة احنا بنحبها. ممكن نختار اللون ده مثلا، وبكده هنكون عملنا الانفينيت باك جراوند بتاعتنا. دلوقتي خلينا نلخص اللي احنا محتاجينه علشان نعمل الانفينيت باك جراوند تاني. هنحتاج ارنولد لايت، وهنحتاج فلور يكون عليها شادو مات، وهنحتاج الباك جراوند اوبجكت ويكون عليه فلات شيدر، وبس كده.